مرحبا، اليوم إن شاء الله رح أعمل كيك البرتقال. وقبل ما بلش ما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم كل شي جديد. بحتاج لدعمكم كتير، ويلا ما بدي طول عليكم، خلونا نبلش. بموسم الشتاء بتزين الليمون الموردي بيوتنا اللي بتعطينا كتير من الفوايد والفيتامين. عصرت الليمون وهلأ رح بلش جهز الكيك. فقست البيض وبدي رش قرفة، وراح اخفقهم دقيقتين وبنزل عليهم السكر شوي شوي. صار الخليط ناعم. هيدا ساور كريم، فيكن تستبدلوه باللبن. وراح كمل خفق، والزبدة بحرارة الغرفة. راح كمل خفق، وهلأ عصير الليمون، دور الطحين والبيكنج باودر، وأخيرا الزيت. صبيت الخليط بصينية وراح فوتها على فرن حامي بس من تحت، وبحطه بنص الفرن على درجة حرارة 180 40 دقيقة. وبعد ما برد بدي أقطعه لأربع طبقات. راح أخفق كريمة تحطها بطبقات الكيك. صارت جاهزة عندي، راح فوتها على البراد. هون عم حضر قطر. راح حط سكر، مي، وعود قرفة، وقشر الليمون. أول شي راح سقي الكيك، وارجع احط الكريمة على طبقات الكيك. خفقت الزبدة اللي بحرارة الغرفة، وراح نزل عليهم شوي شوي القطر اللي عملته قبل شوي. هيدا بس لوجه الكيك. وأخيرا راح حضر صوص لوجه الكيك: نشا، عصير ليمون، عسل. وأول ما يغلي ويسمك الخليط دغري راح شيله. راح اتركه تيفتر، والكيك حطيته بالفريزر نص ساعة. حطيته على الكيك. أي نوع مكسرات محمصة بدون ملح موجودة عندكن بتحطوها. أنا زينته باللوز المحمص. سر تميزي لمسة إيدي. وانتو شو سركن؟ خبروني بالكومنت تحت.